السلام عليكم. تعالوا نعمل احلى طريقة للحمة المتكرملة بطريقة حلوة جدا وطعمها حكاية. هننزل في حلة تكون سخنة بقطع اللحمة، ويفضل تكون لحمة انتركوت او لحمة شرايح. بعد كده هنسيبها 3 دقايق بالظبط، وبعد كده هنقلبها على الجهة التانية. انا عايزاها تاخد صدمة وفي نفس الوقت ما يكونش لونها غامق. ننزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي وهنقلبها تاني، وبعدين هننزل عليها برشة من الفلفل الاسود، ويفضل يكون مجروش شويه ما يكونش ناعم. وهنشوح اللحمه كتير، وبعد كده لحد لما تاخد من السوائل او تتشرب من السوائل. وبعدين هننزل عليها بالبصل، حوالي 4 بصلات كبار، ولو حابين نزود مفيش مشكله. وهننزل بحوالي 5 فصوص من الثوم، وهنقلبها كويس. وبعد كده هننزل عليها بالفلفل الرومي وكمان فلفل سبايسي لو ما فيش اطفال، لو في اطفال بلاش. بعد كده هننزل عليها بمعلقه كبيره من الصويا صوص، والميه تكون سخنه وهنسيبها تستوي على جنب. دلوقتي انا عندي شوربه عايزه اعملها قلقاس، فطبعا هغلي الشوربه. بعد كده هنزل عليها بمعلقه كبيره من بشر الطماطم، وبعد كده لما تغلي ننزل عليها بالقلقاس، ولما يستوي ننزل عليها بمعلقه كبيره من الخضرة. والخضرة دي كانت عندي في الفريزر. بعد كده هنزل عليها بحوالي عصرة ليمون علشان القلقاس هيطلع بالجمال ده. اللحمة طالعة حلوة جدا والقلقاس، وألف هنا وشفا على قلبكم.